في يوم 12 مايو 2010 وعلى ملعب سميتش أرينا في هامبورغ، فولهام في نهائي اليوروبا ليج ضد أتلتيكو مدريد. فريق كان أقصى طموحه إنه يهرب من الهبوط، لكنه فجأة بقى بيواجه يوفنتوس ويكسب فولفسبورغ ويوصل لنهائي الدوري الأوروبي قدام كتيبة أتلتيكو مدريد. القصة دي مش مجرد بطولة ضاعت، دي قصة فريق فيه لاعيبة مغمورة قدروا يكتبوا أساميهم في التاريخ. موسم 2008-2009 خلص سابع في الدوري الإنجليزي، ودي كانت أعلى مرتبة لفولهام في تاريخه. فجأة لقى نفسه في بطولة أوروبية الجمهور نفسه ما كانش مصدق. روي هودسون المدرب الإنجليزي اللي ما كانش اسم لامع في البريمير ليج وقتها، لكن كان عنده حاجة مختلفة، خبرة أوروبية كبيرة، وقدر إنه يعلم فريقه إزاي يبقى عندهم انضباط تكتيكي وإيه الوقت اللي تدافع أو تهاجم فيه. الفريق ما كانش بيعتمد على نجم واحد بس، لكن على المجموعة كلها. وفي بداية الموسم تعاقد مع عدد من الصفقات كان أهمهم داميان داف من نيوكاسل، وجوناثان جرينينج إعارة من ويست بروميتش، وكاتشيشو من جولدن أروز. هودسون ما كانش معاه نجوم صف أول، لكن كان عنده تفكير يخليه يقدر يستغل خبرات اللعيبة في إنه يحقق هدفه من كل مباراة. الفريق كان عنده بوبي زامورا المهاجم اللي انفجر الموسم ده، وداني ميرفي القائد والعقل المدبر. تحضيرات الموسم كانت هادية وهدفهم هو البقاء في البريمير ليج، لكن القدر كان مجهز قصة أكبر. في الدوري فولهام كان ماشي بطريقة أكسب ماتش وأخسر 2، لكن كان في 3 ماتشات كانوا هم رسالة التحذير لفرق أوروبا. في يوم 13 سبتمبر 2009 وعلى ملعب كرافن كوديج بيقابل فولهام فريق إيفرتون في الجولة الرابعة من البريمير ليج، وفي الدقيقة 33 إيفرتون بيسجل الهدف الأول علشان ينهي الشوط بتقدم على فولهام في ملعبه ووسط جمهوره. لكن بعد دقايق من الشوط الثاني وفي الدقيقة 57 بيسجل كونشيسكي هدف التعادل لفولهام. لكن اللي كان مفاجئ للكل إن فولهام تكسب، علشان في الدقيقة 79 بيقتل داميان داف هدف في مرمى إيفرتون. دي اللي ممكن نعتبرها عادي، لكن في يوم 31 أكتوبر 2009 وتحديدا في الجولة العاشرة ليفربول في مواجهة فولهام بيبتدي الماتش بسيطرة كبيرة من الليفر، وده الطبيعي. لكن روي هودسون كان عارف ازاي يجاري الفرق الكبيرة. بيجي نجم الفريق الموسم ده بوبي زامورا ويسجل الهدف الأول بعد مرور 24 دقيقة، لكن يا فرحة ما تمت. بعد سيطرة كبيرة من الليفر بينجح الهداف فرناندو توريس انه يسجل التعادل قبل نهاية الشوط الاول ب3 دقايق، ويجي الشوط الثاني إريك نيفلاند في الدقيقة 73 يسجل هدف التقدم، علشان بعدها تتقلب كل موازين المباراة. طرد الفيليب ديغن وجيمي كارغر، والليفر بيلعب ب9 لعيبة بس، وده سهل المهم على فولهام علشان تيجي الدقيقة 87 بهدف قاتل لكيلنت ديمسي بيقضي بيها على اعمال الليفر ووصيف الدوري الموسم اللي فات، ويكون بداية التحذير الأوروبي لفولهام. وفي يوم 19 ديسمبر 2009 الجولة 17 من البريمير ليج بيقابل فولهام مانشستر يونايتد حامل اللقب بقيادة السير أليكس فيرجسون وأساطير اليونايتد روني ومايكل أوين وبول سكولز. مباراة بغاية الصعوبة، وطبيعي جدا إنها تنتهي بفوز كبير للشياطين الحمر، ولكن على عكس المتوقع فولهام بيكون خصم عنيد، تسديدات وجمل ومثلثات وتهديد حقيقي لمرمى اليونايتد. وبخطأ نتيجة الضغط على بول سكولز داني مورفي بيسجل الهدف الأول من تسديدة ولا أروع من بره ال 18، وبتستمر التهديدات من خط الهجوم خصوصا زامورا اللي انفجر الموسم ده. وبينتهي الشوط الأول بتقدم خيالي أداء ونتيجة من فولهام على حامل اللقب. بينزل اللعيبة الشوط الثاني وكلهم أمل وحماس إنهم يكملوا الحلم ويكسبوا اليونايتد، علشان أخيرا تسديدات زامورا تترجم لهدف صاروخي في مرمى اليونايتد بعد 20 ثانية من بداية الشوط. بتستمر سيطرة فولهام على المباراة وسط ذهول السير وجماهير الفريق، ويجي داميان داف في الدقيقة 74 يسجل هدف من تسديدة قوية بتنتهي المباراة بفوز تاريخي على واحد من أقوى الفرق في أوروبا وقتها. في البريمير ليج فولهام كان فريق متوسط ما نافسش على المربع الذهبي ولا دخل دوامة الهبوط، لكن كان واضح إن في أولوية جديدة، أوروبا بقت هي الأهم. على الجانب الثاني بيدخل الفريق لليوروبا ليج ومعاه آمال كبيرة إنه يوصل لنقطة بعيدة في البطولة الأوروبية. مجموعته كان فيها روما وبازل وسيسكا صوفيا،
بيبدأ الفريق أولى مبارياته بتعادل محبط أمام سيسكا صوفيا اللي هو كان المفروض ماتش مضمون، لكن بيرجع الأمل الماتش اللي بعده على طول. في يوم 1 أكتوبر 2009 بيفوز على بازل السويسري بنتيجة 1-0 في مباراة كان بطلها الأول الجمهور اللي بدأ يصدق حلم الفريق. وعلى ملعب كرافن كوتيج بيقابل فولهام الإيطالي نادي روما. مكسب المباراة دي هيخلي الفريق متحمس أكتر إنه يوصل أبعد في البطولة، وفعلا في الدقيقة 24 بيسجل بريدي هانجلاند هدف التقدم لفولهام علشان كل قلوب الجماهير تتملي بالأمل والفرح. لكن الهدف الوحيد مش كفيل انه يضمن لك الفوز في النهايه، بس بينتهي الشوط الاول بنفس النتيجه علشان تتجدد طموح اللعيبه في السيطره على باقي المباراه. بس في حاجات كده ما بتبقاش عامل حسابك عليها. في الدقيقه 76 بيخسر الفريق واحد من اهم لاعيبته وهو ستيفن كيلي، بس بيحاول الفريق انه يصمد لحد الربع ساعه ما تخلص ويقاتل بال10 لعيبه. ماركو اندريولي بيسجل هدف في اخر دقيقه من المباراه، وبيدخل الفريق في حاله من التخبط بين الانهيار او المقاتله من اجل حلم الجميع. وفي مباراة العودة على ملعب استاديو أولمبيكو بيزيد الحلم صعوبة في ملعب روما ووسط جمهوره. بيدخل الفريقين أرض الملعب وكل واحد عينه على المكسب علشان يضمن التأهل. وفي الدقيقة 19 من الشوط الأول بيسجل كامارا هدف من ركلة جزاء. وخليني أقول لك إن الماتش ده كان عنيف شوية، 4 كروت صفراء في الشوط الأول، ومع أول 4 دقايق من الشوط الثاني بيطرد إريك نيفلاند علشان بعدها بتلت ساعة بتسجل روما هدف العودة للمباراة. وبتكمل النهاية السيئة للمباراة بهدف تاني لروما بيقضي بيها على أمال فولهام العنيد. لكن تفتكر دي النهاية؟ بيفوز الفريق 1-0 على سيسكا صوفيا و3-2 على بازل السويسري، وبيتأهل لدور ال16 علشان يقابل شختار اللي نجح انه يفوز في مباراة الذهاب 2-1 ويتعادل في العودة 1-1. في 11 مارس 2010 في ملعب أولمبيكو دي ترينو بيقابل فولهام العملاق الإيطالي نادي يوفنتوس ووسط جمهوره الكبير. وعلى عكس عادة الفريق الموسم ده قدام الفرق الكبيرة، بيتقدم اليوفي بالهدف الأول في أول 9 دقايق، وفي الدقيقة 25 بيسجلوا الهدف الثاني، وفي آخر 10 دقايق من المباراة بيرد عليهم الفريق بهدف أول. ومع نهاية الشوط الأول كان كفيل إنه يكون الرد قاسي على فريق فولهام بهدف ثالث في مرماهم بينهوا بيها الشوط الأول، وكمان أمال فولهام إنهم يعدوا عقبة السيدة العجوز. وبتنتهي المباراة على نفس النتيجة 3-1. وفي مباراة العودة على ملعب فولهام بيدخل الفريق وهو في حالة قلق إنه ما يسجلش في أولى الدقايق علشان يضمن إنه يستمر في تسجيل الأهداف اللي مطلوب منه يسجلها علشان يتأهل للربع النهائي. 3 أهداف كتير، وعلى فريق زي اليوفي يكاد يكون مستحيل. وفي أول دقيقتين من المباراة كانت الصدمة، تريزيجيه بيسجل الهدف الأول وسط حزن كبير من لاعيبة فولهام والمدرب، لكن الجمهور ما يقس وفضل مكمل ورا حلم فريقه، الحلم اللي عمال يزيد صعوبة علشان في الدقيقة 9 يسجل الهداف زامورا التعادل ويعيد أمال الفريق. عرقلة قدام منطقة الجزاء اتسببت في طرد للأسطورة فابيو كانافارو وبيسددها زامورا، لكن بيتصدى الحارس. الفريق عمال يحاول وحرفيا زنقين اليوفي في وسط ملعبهم علشان في جملة ولا أروع ومن داخل ال6 ياردة بيسجل غير الهدف الثاني لفولهام واللي بيقربهم للحلم أكتر. ومع أول 4 دقايق من الشوط الثاني كرة في منطقة 18 اليوفي بتيجي في إيد دييجو داكونيا وبتسبب ركلة جزاء، وعلى التنفيذ غيرها. الفريق على بعد هدف واحد يضمنك التأهل، هدف واحد يقربك من الحلم، والهدف الواحد للفريق والجمهور. في الدقيقة 82 ومن تسديدة غير متوقعة تغالط حارس المرمى بيسجل كيلنت ديمسي الهدف الرابع لفولهام، وهو هدف ضمان التأهل لربع النهائي. بيقابل بعدها فولفسبورغ اللي بينجح الفريق انه يكسبه 3-1 بمجموع الماتشين. اما في نص النهائي قدام هامبورغ تعادل سلبي في ماتش الذهاب وكسب 2-1 في العودة علشان يتأهل الفريق للنهائي ويكون على بعد خطوة وحيدة من تحقيق الحلم الأوروبي والتتويج باليوروبا ليج. في يوم 12 مايو 2010 وعلى ملعب سميتش أرينا في هامبورغ بيقابل فولهام الخصم العنيد أتلتيكو مدريد. مباراة مش سهلة خالص، خصم عنيد معاه نجوم كبيرة زي دييجو فورلان وسيرجيو أجويرو وديفيد دخيا.
بيبدأ الماتش وبتمريرة خاطئة من داني مورفي لأجويرو اللي يباصيها لفورلان علشان تكون أولى تهديدات أتلتيكو الحقيقية بتسديدة في العارضة من فورلان، وبعد التسديدة بالشمال من أجويرو تقلش الكرة اللي بيستغلها فورلان وما يضيعش التاني ويسجل الأول لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 32. ولكن جه الرد سريعا في الدقيقة 37 ومن عرضية بيطلعها مدافع أتلتيكو علشان تروح الكرة على الطاير لديفيز اللي بيسجلها من أول لمسة في مرمى أتلتيكو. الرد كان عنوانه احنا هنا، وطالما موجودين في النهائي يبقى الفريق قادر انه يحقق المكسب والحلم الاوروبي. وبيستمر الماتش بتسديدات من الفريقين، لكن الحراس كانوا متألقين لحد نهاية الشوط الثاني والوقت الاضافي خلاص بيخلص، فاضل 5 دقايق، فاضل 4 لحد ما تيجي هجمة من ناحية الشمال لأجويرو اللي بيباصيها للمهاجم اللي عارف طريق الجون ازاي في الدقيقة 116. وبعد مباراة طويلة شهدت 4 أشواط بيسجل دييجو فورلان هدف قاتل لأتلتيكو، علشان مش بس أنهى المباراة لكن أنهى أمال فريق فضل يقاتل موسم كامل علشان يحقق حلم جمهوره. فولهام ما كسبش الكاس لكن كسب حاجة أعظم وهي احترام العالم من فريق بيصارع على البقاء في الدوري لوصيف اليوروبا ليج، وكسب أندية كبيرة الموسم ده زي اليونايتد وليفربول واليوفي. هو ما خدش البطولة ولكن فضل يقاتل لحد آخر دقيقة في الموسم. الكل كان ملتزم تكتيكيا وده اللي خلى الفريق قادر يتغلب على فرق أكبر منه بكتير خصوصا في مباريات أوروبا. ملعب كريفن كوتيج اللي كان رعب للمنافسين والجماهير خلقت أجواء قوية جدا خلت لاعبيها يقدموا مستوى جماعي مرعب الموسم ده. موسم 2009-2010 الفولهام موسم للتاريخ هيفضل معلق مع كل محب الكورة ومع اللعيبة اللي عرفوا يسطروا أساميهم في كتب التاريخ.